ازاي اقدر احذف القناة الوهمية من الجيميل بتاعي؟ يعني عندي جيميل، تمام، وانشأت عليه قناة اساسية، ومن خلال القناة الاساسية دي انشأت قناة تانية، او انشأت 5 قنوات، 10 قنوات، 20 قناة، 100 قناة على نفس الجيميل. تمام. فانا بقى عايز احذف كل القنوات اللي هي الوهمية دي، او القناة العلامة التجارية دي من الجيميل بتاعي. يعني بدل ما يكون الجيميل بتاعي عليه 10 قنوات، لا، انا اخلي الجيميل بتاعي عليه قناه واحده اللي هي الاساسيه، وهبدا امسح القنوات الوهميه. يعني بالبلدي كده، لو انت عامل على الجيميل بتاعك اكتر من قناه، يعني مثلا الجيميل بتاعك عليه 10 قنوات، فانت عايز تحذف ال9 قنوات اللي هي القنوات الوهميه او العلامه التجاريه، وتخلي القناه الاساسيه عندك في الجيميل بتاعك. كل اللي عليك تفتح القناه بتاعتك وتضغط على الصوره دي، وتيجي عند تبديل الحساب. اتأكد ان القناة اللي انت عايز تحذفها تكون هي الوهمية او العلامة التجارية. تمام. يعني انا دلوقتي اتعلم مع عمرو، دي القناة الاساسية. من خلال القناة الاساسية دي انشأت قناة علامة تجارية هي محمد سعيد. حضرتك بقى لو عندك قناة 2 3 4 10 قنوات، فحضرتك ركز وانت بتحذف عشان ما تحذفش القناة الاساسية. خلي القناة الأساسية، وهتبدأ تحدد على القناة الوهمية. بعد ما اتأكدت إن هي على القناة اللي أنت عايز تحذفها، هتبدأ ترجع بالسهم كده، وهتبدأ تجيب إعدادات. من الإعدادات هنختار حاجة اسمها إعدادات متقدمة، هنضغط عليها. تمام. هيجيب لك هنا القناة، هي حذف القناة. حذف القناة لن يؤدي حذف قناتك على اليوتيوب إلى إغلاق حسابك على جوجل. يعني بالبلد بيقول لك أنا هحذف القناة بس، ومش هقدر أغلق لك الحساب. يعني ما تقلقش، أنت هتحذف القناة بس، لن يؤدي حذف قناتك على اليوتيوب إلى إغلاق حسابك على جوجل. يعني هيحذف القناة بس، ولكن حسابك على جوجل اللي هو جيميل موجود زي ما هو. هنبدأ نضغط عليها. تمام. هنا بيطلب مني كلمة المرور، هنكتبها للتالي. هيبدأ يفتح معايا بالشكل كده. يمكن إخفاء المحتوى أو حذفه على اليوتيوب. هنا طبعا هنبدأ نضغط على السهم. تمام. هقول لك إخفاء، لا، هنقول أريد المحتوى على طول. بص يا شباب، أريد حذف المحتوى الخاص بي نهائي. هبدأ أضغط كده، وكل اللي عليا هبدأ أحدد هنا، وأبدأ أحدد هنا، وهبدأ أقول له حذف المحتوى. بعد كده هنا بقول لك ادخل اسم القناة. هبدأ أكتب، عفوا، محمد محمد سعيد. طبعا انا اسم القناه بتاعتي محمد سعيد. تمام. فهبدا اكتب محمد سعيد، واقول له احذف المحتوى التابع لي. يرجو تاكد طلب الحذف في خلال كتابه اسم القناه. طيب، ما احنا كتبنا اسم القناه. نبدا نفتح تاني، ونبدا نجيب اليوتيوب. نجيب اليوتيوب، وهو مش عايز يحذف معايا، وعايز يتاكد ان هي القناه اللي هتتحذف. نبدأ ناخد الاسم ده كده ونروح هناك، وهنقول له حذف، ونحط الاسم بالشكل ده، ونقول له حذف. بس كده جاري حذف المحتوى التابع ليك. انا كنت كاتب الاسم تقريبا ما فيش مسافة او ايا كان يعني. تمام. زي ما انتم شايفين، جاري حذف المحتوى التابع ليك. ما يبدأ يحذف معانا القناة بشكل نهائي. بس كده يا شباب. كده يا شباب القناة اتحذفت معايا بطريقة سهلة وبسيطة. لو ضغطت هنا وجبت تبديل الحساب، مش هتلاقي غير قناة واحدة بس، اللي هي القناة الأساسية اتعلم مع عمرو. لو جينا هنا خلاص، يا كده القناة تم حذفها بشكل نهائي. طيب، هنبدأ نضغط تاني هنا على الصورة، ونيجي عند تبديل الحساب. مفيش القناة تم حذفها بشكل نهائي. أتمنى أكون وصلت لك المعلومة بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل، وأشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.